احلى حاجه في كل حاجه استخدمتها في سنه 2024، والنهارده الحلقه الاولى وهكلمكم عن احلى فوطه مايكرو فايبر ممكن تستخدموها في حياتكم. انا عندي مشكلتين مع اي فوطه مايكرو فايبر. اول حاجه بحب انها تقعد معايا طول الشاور، بحتاجها تقريبا 3 مرات تنشف لي شعري، مره قبل حمام الكريم ومره قبل البلسم ومره بعد ما الشاور ما يخلص عشان خاطر احط الليفن واستشوره او الفه طاقيه، وتوفر عليا وقت التنشيف بتاع الشعر اللي هو تقريبا 4 ساعات في الشتاء عشان احنا بننام بدري. تاني حاجه ان انا شعري طويل نوعا ما وكثيف نوعا ما، فما فيش اي مايكرو فايبر بتقدر تلم وتشرب كميه الميه اللي جواه الا لو كانت فعلا تقيله وفعلا نظيفه. وكمان بحبها تكون طويله عشان ما تنيش شعري جواها ويتكسر وهو مبلول. بصوا طولها قد ايه، الوحيده اللي قعدت معايا طول الشاور طولها مناسب، حجمها مناسب، تشرب كميه ميه ضعف اي نوع من النوعين دول، ده ما كانش 3 اضعاف افريكانا. بصوا فرق سمك القماشه ما بينها وما بين النوعين اللي موجودين في السوق. عايزه افكركم كمان ان المايكرو فايبر بتقلل من هيشان الشعر، بتسرع من عمليه تنشيف. اعتقد ده احسن دي ممكن تعملوه لشعركم في